اليوم جيتكم بواحد الوصفة تاع الرز مغموم يهبل. مهم جدا طريقة تحضير هذا الأرز. تابعوا معايا الوصفة من الأول للآخر. أول حاجة نحطوا 3 كيسان تاع الأرز، نغسلوهم مليح حتى يتنحى هذاك الأميدون. نغسلوها الغسلة الأولى، نفرغوها، نزيدو نعاودو الغسلة الثانية، نزيدو كيف كيف نزيدو نفرغوه ونحطوه في الكسكاس يسقطر مليح. نروحو لاصوص طوماط تاعنا اللي راح نديروها باللحم وغنية بالخضر، واكيد وما نساوش توابل اللي هي الفلفل العكري الحار والحلو، التابل والكرويه وشويه تاع الفلفل الاسود. نحطوا القدر، نحطوا اول حاجه غير الملح فقط مع اللحم وشويه تاع الزبده وزوز ملاعق تاع الزيت، ونخليوها طيب على نار هاديه. من بعد كي تقلى مليح نحطوا جلبانه ونحطوا البصل، نحطوا الحمص، نحطوا الجزر وهذوك التوابل اللي كنت سميتهم من قبل. نحطوا ملعقه كبيره تاع طماطم مصبره ونضيفوا عليها الماء يغلي. بطاطا هي الاخرى اللي نحطوها، ونرجعوا الارز تاعنا نحطوا له شويه تاع الملح، نحركوه مليح ونزيدوه ملعقه صغيره فقط تاع الكركم باش يعطينا ديك لا كولور جون شوي، ونضيفوا له 5 اكواب تاع الماء، الاول الثاني الثالث الرابع اللي حطيناه في الاول خلاه، وهذا الخامس. بعد ما يطيب مليح نحطوا له لاصوص اللي معمره بالخضر هذيك بعد ما طابوا مليح. شوفوا ما شاء الله. اذا عجبكم لا فيديو ماذا بيا ديروا اشتراك في القناه هيك باش ما تضيعوش لي غيسيت اللي راني نحط فيهم اشاك فوا، وخاصه اللي يطلبوها المتابعين تاعي. نرجع الوصفه، نحركوا هذاك الروز شوي مع الخضر باش يكونوا حتى كي تهزوا في الملعقه تهزوا معاها الخضر من الفوق ومن تحت هكذا بهذا الشكل. ونعاودو نرجع نحطو لاصوص من الفوق باش تجي مزينه. فوالا نزيدو نحطو فوقها اللحم كذلك. راح نصبو كامل هذيك لاصوص طوماط اللي خدمناها مع بعضانا، نعاودو نرجعو نحطو لها ورق الطهي، وفوق منه نحطو ورق الالومنيوم، نخليه يطيب مليح ونقدموه وشهية طيبة.